السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة سألتني في التعليقات عايزين ننزل قنوات روتانا، جميع قنوات روتانا على تردد واحد، وانا جيت في الفيديو ده عشان اعرفك ازاي تنزل جميع قنوات روتانا على الرسيفر بتاعك بكل سهولة ان شاء الله. لو لسه اول مرة تشوفني فانا مصطفى ابراهيم، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت محدش يجري الفيديو يمشي على الخطوات لحد النهاية، وانا هخليك تنزل جميع قنوات روتانا في تردد واحد على قمر النايل سات. طبعا عشان ما اطولش عليكم هنخش في الشرح على طول. طبعا الشرح اللي موجود قدامك ده شرح على رسيفر اتش دي، فيا ريت تمشي على الخطوات لحد النهايه، وانا هخليك تنزل قنوات روتانا على الرسيفر عندك بكل سهوله ان شاء الله. اول حاجه بنعملها بنخش على المنيو، بيظهر عندي القائمه اللي موجوده قدامك ديت، وبنلاقي هنا قائمه التركيب، بدوس عليها اوكي، ومن هنا بيظهر عندي ضبط الهوائي، قائمه الاقمار الصناعيه، قائمه الترددات. بخش على قائمه الترددات اللي موجوده قدامك دي علشان الاقي جميع الترددات اللي موجوده على قمر النايل سات، وده معدل الترميز الخاص بالتردد، وده الاستقطاب بتاعنا سواء في او اتش يعني عمودي او افقي. نركز في الشرح اللي قدامنا، هنلاقي تحت هنا مكتوب اضافه بالاحمر، تحرير باللون الاخضر، شطب او حذف التردد باللون الاصفر، بحث التردد باللون الازرق، والالوان دي كلها موجوده قدامك في الرموز اهي بالترتيب احمر اخضر اصفر ازرق. هنعمل اضافه بالزرار الاحمر ونكتب التردد الخاص بالقناه، قنوات روتانا على قمر النايل سات، وهو 12226 12226، وبننزل هنا على معدل الترميز بنكتب 27500، ومن هنا الاستقطاب بتاعنا بدل ما هو عمودي هنخليه افقي، وبندوس اوكي. اول ما بندوس اوكي بيقول لي التردد موجود او المرسل موجود، وبينقلني على مكان التردد، والتردد جايب اشاره زي ما حضراتكم شايفين اهو، وجايب قوه اشاره يعتبر 80%. طيب بعد كده بنركز تحت هنا بنلاقي مكتوب بحث بالزرار الازرق اللي موجود قدامك ده، هنضغط ضغطه واحده عليه هيظهر عندي علامه البحث ديت. ما بغيرش اي حاجه في الاعدادات غير ان انا بدوس اوكي. اول ما بدوس اوكي مبروك علينا التردد كامل، بينزل لي قنوات روتانا على قمر النايل سات، والتردد بينزل لي 11 قناه، وبتجي لي رساله حفظ نتيجه البحث، بدوس نعم. اول ما بدوس نعم مبروك علينا التردد اللي احنا نزلناه ده، وبنلاقي القنوات نزلت عليه وشغاله بدون اي مشاكل، بلاقي الرسيفر نقل لي على القناه والقناه شغاله بدون اي مشكله. طيب بعد ما نزلنا القناه عايزين نقربها، بنعمل ايه؟ هنخش تاني على المنيو، من هنا نختار قائمه القناه، بدوس عليها اوكي، ومن هنا بتجيلي اداره القنوات، بدوس على القناه اللي انا عايز انقلها. نفترض ان انا عايز انقل قناه روتانا سينما اللي موجوده في التردد ده، وبروح المكان اللي انا عايز انقلها فيه. نفترض ان انا هي على رقم 6 وانا عايز انقلها هنا على رقم 1. هركز تحت هنا هلاقي مكتوب حرك باللون الاصفر او نقل باللون الاصفر اللي موجود قدامك ده. هنقف في المكان اللي عايزين ننقل القناه، وهندوس ضغطه واحده على الزرار الاصفر، هلاقي قناه روتانا سينما اتنقلت زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بدوس اكزيت، بيكتب لي حفظ البيانات وبيخرج بره، ومبروك علينا القناه بقت على رقم 1 زي ما حضراتكم شايفين. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب الشرح يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو في اي استفسار سيبولي في التعليقات وانا هرد عليكم بنفسي، واشوفكم على خير. ويا ريت كل واحد يعمل شير للفيديو ولايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس وتخلي غيرك يستفيد. السلام عليكم.